السلام عليكم. من النهارده مش هتخاف تعمل برزنتيشن تاني، اوعدك جدا جدا. بص، عايز اتكلم معاك في نقطة مهمة جدا قبل ما ندخل في الموضوع اصلا. اوكي، عايزك تفهم حقيقة مهمة جدا جدا عن فكرة العرض وطريقة كلامك وانت بتعرض اي حاجة، سواء منتج او خدمة، او بتتكلم عن نفسك او قاعد مع اصدقائك وبتتكلم عن موضوع معين. اللي بيفرق شخص عن شخص ان هو كلامه بيكون مرتب ومنمق جدا جدا جدا. البرزنتيشن دي مهارة انت محتاجها سواء في شغلك او في حياتك الشخصية. في شغلك ببساطة جدا انت بتبقى محتاجه ليه؟ عشان خاطر تعرف تزود عدد النتائج اللي انت بتعرف تعملها اصلا جوه المجال بتاعك. اوكي، لو النتائج عندك بتكون متأخرة بشكل ما بسبب ان انت مش بتعرف تتعامل مع العميل بشكل معين او تقدم له اللي انت عايز تقدمه بشكل كبير. اوكي، طيب لو هنتكلم في حياتك الشخصية، فانت برضو وانت قاعد بتتعامل مع اصدقائك، مع اخواتك، مع ايا كان مين اللي انت بتتعامل معاه، محتاج تكون فاهم شوية مهارات كده وانت بتتكلم عن الحاجة اللي انت بتتكلم عنها، عشان خاطر تاخد اهمية كبيرة جدا عند الشخص اللي انت قاعد معاه. عشان كده احنا هنتكلم النهاردة عن البرزنتيشن بشكل عام. اوكي، وادق التفاصيل اللي انا اتحداك انك مش هتلاقيها في اي مكان تاني. عشان كده لو ما اشتركتش في القناة اشترك فيها، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. انا محمود أدري، بشتغل في مجال الماركتينج بقالي 8 سنين، وليتس جو. عايز اقول لك على حاجة. اوكي، احنا هنقسم الموضوع بتاعنا النهاردة لثلاث حاجات. اوكي، اول حاجة هنتكلم فيها، هنتكلم عن المايند سيت، دماغك وطريقة تفكيرك اصلا من قبل ما تدخل تعمل البرزنتيشن واثناء البرزنتيشن نفسها. تمام. طيب تاني حاجة عايز اتكلم معاك عن انواع البرزنتيشن نفسها، لان مش كل برزنتيشن بتبقى شبه التانية، ومش كل برزنتيشن بيبقى ليها اسلوب نفس الاسلوب. تمام. طيب تالت حاجة، المحتوى نفسه اثناء البرزنتيشن نفسها وانا بعملها، ايه اللي المفروض يحصل وايه اللي انا المفروض اقوله بالظبط. فيلا بينا. اول نقطة هنتكلم عنها في المايند سيت او طريقة تفكيرك تجاه البرزنتيشن نفسها، وهي انت هدفك ايه من البرزنتيشن نفسها. يعني ايه؟ لازم دايما تسأل نفسك سؤال: انا بعمل ده ليه دلوقتي؟ ايه المعلومة المهمة جدا اللي انت محتاج توصلها للناس؟ وهي دي المعلومة اللي هتلف وتدور حواليها طول ما انت بتعمل برزنتيشن. انت في حاجة مهمة جدا عايز توصلها للشخص، لان انت لو رحت عملت برزنتيشن من غير ما تبقى عارف انت محتاج توصل ايه للناس نفسها، انت هتتوه في النص، مش هتبقى عارف انت المفروض تركز على النقطة دي اكتر ولا النقطة دي اكتر ولا النقطة دي اكتر. فبالتالي انت محتاج تركز على الهدف اللي انت عايز توصله للشخص. اوكي، دي كده رقم واحد. رقم اتنين، وقت البرزنتيشن نفسها، عايزك تفهم ان البرزنتيشن نفسها وقتها ما ينفعش يتعدى عن 20 دقيقة. وده انا بتكلم عن المحتوى اللي جوه البرزنتيشن بشكل عام، لان انا لما اجي لحته ان انا المفروض اقول ايه جوه البرزنتيشن نفسها وازاي اعملها بشكل احترافي، هقول لك ان في نقطتين او في حاجتين ممكن الوقت يفتح منك فيهم عادي والناس هتبقى متفاعله معاك برضو. اوكي، لكن المحتوى نفسه وشرحك انت والقائك ما يتعداش ال 20 دقيقه عشان الناس ما تبداش تفصل منك. تمام. النقطه اللي بعد كده، حطها حلقه في ودنك: make it simple and sweet. يعني ايه؟ خلي الموضوع بسيط وسهل. اوكي، خلي الموضوع بسيط وسهل على نفسك اولا. وانت رايح تعمل برزنتيشن، انت رايح تعمل برزنتيشن عشان تستمتع بيها، وعشان خاطر تخلي الناس تبقى قاعده مستمتعه، والناس دي جايه اصلا عشان خاطر تسمعك وتسمع اللي انت هتتكلم عنه. اوكي، فخلي الموضوع بسيط وسهل على نفسك وعلى الناس. رابع حاجه، ما تخافش انك تغلط. دي نقطة مهمة جدا جدا، لأن في ناس اللي هو إيه، يا نهار أبيض أنا خايف أنسى المعلومة الفلانية والمعلومة العلانية. أقول لك على حاجة، هو الشخص اللي جاي يسمعك عارف أنت هتقول إيه أصلا؟ بالنسبة له أنت أي حاجة هتقولها هي بالنسبة له بيرفكت جدا. عشان كده عايزك تطبق نظرية مهمة جدا أثناء البرزنتيشن، وهي إيه؟ سمك لبن تمر هندي. بجد والله سمك لبن تمر هندي. يعني إيه سمك لبن تمر هندي؟ يعني اللي بيتقال جوه البرزنتيشن نفسها، الشخص لو انت قلت له سمك لبن تمر هندي مش هيقول لك انت بتقول ايه، لان بمنتهى البساطه اللي في الدنيا هو ما يعرفش اصلا هو انت طالع تتكلم عن ايه. اوكي، فلو والله انا مثلا محضر 10 نقط، قلت 9 على فكره، اوكي برافو، هو كده كده مش عارف ان انت المفروض تقول 10 ولا تقول 12. هو مرضي جدا جدا بالتسعه اللي انت هتقولهم، بس المهم ان انت توصلهم بشكل لطيف. اوكي، النقطه اللي بعد كده، خلي اسلوبك مهذب.
تمام كده؟ يعني ايه؟ انا عايزك تبقى صورة للحاجة اللي انت بتتكلم عنها وللحاجة اللي انت قاعد بتعمل عنها برزنتيشن. بمعنى، تخيل معايا ان انت مثلا بتعمل برزنتيشن عن ماركة بي ام دبليو مثلا، النوع بتاع عربيات بي ام دبليو، اوكي، وانت راكب مرسيدس. ميك سنس يعني. تخيل كده الشخص مثلا لو سالك في نص البرزنتيشن، طب وانت حضرتك راكب ايه؟ او شايفك مثلا نازل من عربيه مرسيدس وانت بتتكلم عن بي ام، بتتكلم مثلا عن براند ساعات معين ولقيت لابس ساعه تانية، بتتكلم عن مشكله مثلا الصلع، لان انت مثلا شغال في شركه بتعالج الصلع، ولكن انت اصلا اصلع، فاللي هو طب هو هيقتنع بيك ازاي؟ فانت لازم تكون صوره اصلا للحاجه اللي انت بتتكلم عنها. بعد كده لو سمحت، دي نصيحه لكل الناس اللي بتحاول اللي هي ايه، تبان ان هي بص ناس يعني جامده جدا. لو ما بتعرفش تتكلم انجليش، ما تتكلمش انجليش. عارف ليه؟ انت ممكن بسبب ان انت عايز تبان ان انت تنين ومفيش منك اتنين، تبدأ ان انت تنطق كلمة اوكي بالانجلش هي النطق بتاعها غلط. واحد قاعد فاهم جدا جدا انجلش وممكن يقفل منك تماما وما يكملش اصلا البرزنتيشن بتاعتك، ويقول ده شخص مش فاهم اي حاجه بسبب بس ان انت غلطت غلطه بسيطه. فلو ما بتعرفش تتكلم انجلش، خلي البرزنتيشن كلها عربي عادي جدا، محدش هيقول لك والله انت ما بتتكلمش انجلش ليه. اوكي، النقطه اللي بعد كده مهمه جدا، وهي نبره الصوت بتاعتك على فكره، والبادي لانجوج دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. النقط اللي محتاجه منك حماس وباور لازم تونة الصوت بتاعتك تكون فيها عاليه جدا. خليك مهتم او خليك فاهم ان انت لما بتبقى عايز تركز على حاجه مهمه، اوكي، الحاجه دي انت عشان توصلها باهميتها لازم تونة صوتك تكون عاليه فيها. في نقط تانية في وسط البرزنتيشن انت مش محتاج تعلي صوتك فيها خالص، انت محتاج بس تتكلم بنبره صوت هاديه، مش اكتر من كده. النقطه اللي بعد كده، ودي نقطه مهمه جدا جدا وقاعده كده امشي عليها في حياتك: مفيش حاجه مهمه الا لما انت بتخليها مهمه. تاني، مفيش حاجة مهمة إلا لما أنت بتخليها مهمة. يعني إيه؟ أنت النهاردة عايز تحول وتوضح للشخص إن النقطة دي بالذات جوه البرزنتيشن دي نقطة مهمة جدا 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 جدا. أوصل له النقطة دي إزاي؟ ما ينفعش أجي أكلمك عن نقطة مهمة جدا بفكرة اللي هو إيه؟ بص، والنقطة دي مهمة وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وهنعمل كذا. انت هتاخدني على محمل الجد ان فعلا النقطه دي بتفرق والنقطه دي مهمه جدا محتاج يركز فيها، ولا لما اكلمه بص بقى تعالى اقول لك النقطه دي مهمه جدا جدا محتاج تركز معايا فيها، ليه النقطه دي مهمه؟ عشان خاطر واحد واثنين وثلاثه واربعه. الباور ده نفسه هيخلي الشخص من جواه يعرف ان النقطه دي مهمه جدا جدا، بس هي بقت مهمه ليه؟ لان هي كانت في نظرك انت مهمه فخليتها مهمه عند الشخص نفسه. النقطه اللي بعد كده، لازم ما بين كل نقطة ونقطة تستخدم السر والسحر بتاع البرزنتيشن، اوكي، اللي هو ايه؟ تعمل حاجة اسمها التشويق. اوكي، يعني ايه؟ يعني انا النهارده مثلا خلصت المقدمة وعايز ادخل في النقطة اللي بعد المقدمة على طول، اوكي، هبدأ اقول له محتاج بقى تركز معايا في النقطة اللي جاية دي جدا جدا جدا، عشان خاطر النقطة دي مهمة جدا جدا، وعلى فكرة هتفيدك في 1 2 3 4، وهتجاوب على أسئلة اصلا هي بتدور في دماغك حاليا. عارف الشخص ايه اللي هيحصل معاه؟ هو الشخص هيركز معاك جدا جدا جدا. فما بين كل نقله ونقله من نقطه لنقطه لازم تديها كده ولو 5 ثواني تشويق عشان خاطر الشخص يفضل مركز معاك للاخر. بص بقى، في نوعين من البرزنتيشن، احنا دلوقتي هنتكلم عن انواع البرزنتيشن، اوكي؟ في نوعين من البرزنتيشن، تمام؟ في نوع 1 تو 1، ده بيدخل تحت اطاره ان انت ممكن تقعد مع واحد لواحد، او واحد مع 2 عملاء، او انت مع 3 عملاء، ماكسيمم 3 عملاء، اوكي؟ اكتر من كده بيتسمى جروب برزنتيشن. طب انا المفروض اعمل ايه في ال1 تو 1 وال1 تو 2 وال1 تو 3، اوكي؟ والمفروض اعمل ايه في الجروب برزنتيشن؟ في ال1 تو 1، اوكي، ينفع حد يقطعك عادي جدا وانت بتتكلم، تمام؟ هقول لك تعمل ايه في نهايه الفيديو ده. طيب في الجروب بقى برزنتيشن، الجروب برزنتيشن انت بتتعامل فيها تمام بمبدأ واحد بس: انا بتكلم ومحدش بيقاطعني، ودي بتنوه عنها في بدايه البرزنتيشن. غالبا لو انت بتعمل البرزنتيشن جروب برزنتيشن على
زوم مثلا او اونلاين، فانت كده كده بتكون قافل المايك على الناس كلها وبتفهمهم في البدايه يا جماعه ان البرزنتيشن دي سندنج مود، يعني انت هتسمع بس، ولو عندك اي سؤال او اي استفسار ممكن نقدر نجاوب عليه في النهايه. تمام. طب لو بتعمله والله مثلا على ستيج قدام ناس كتير جدا، انت هتبدا توجه الناس بعد البرزنتيشن على التيم اللي شغال معاك، اوكي، عشان خاطر لو حد عنده اي سؤال او اي استفسار يبدا ان هو يساله للناس دي، عشان خاطر ما حدش يقطعك. لان تخيل لو انت مثلا بتعمل برزنتيشن ل 100 واحد، كل واحد سال سؤال، انت ممكن تعمل البرزنتيشن بالاسئله في خلال 10 ساعات ولا حاجه، واكيد ده هيبقى ممل بالنسبه لناس كتير جدا. عشان كده انت لازم تبقى فاهم طريقه التعامل في البرزنتيشن ال1 تو 1، او سواء انت قاعد معاك واحد او قدام واحد او واحد قدام اتنين او واحد قدام ثلاثه، دي كلها تعتبر برزنتيشن 1 تو 1. او جروب برزنتيشن ان انت بتكلم ناس او مجموعه اكتر من 3 اشخاص، فدي تعتبر جروب برزنتيشن انت بتبدا تعملها عشان خاطر توصل المعلومه لكل الناس. طيب محمود، انت كلمتني عن المايند سيت والمفروض ايه اللي يكون بيدور في عقلي وانا بعمل برزنتيشن، وايه الحاجات اللي انا المفروض احضرها، اوكي، وكلمتني عن انواع البرزنتيشن واتعامل ازاي. طب البرزنتيشن بقى نفسها اعملها ازاي؟ بص، البرزنتيشن هتمر معانا بكذا خطوه. اول خطوه في البرزنتيشن، لو انت بتتكلم هنا ان هي 1 تو 1، اوكي، او جروب، لو 1 تو 1 هتعمل حاجه اسمها ايس بريك، او كسر الحواجز النفسيه ما بينك وما بين الناس اللي قاعده قدامك بتسمعك، عشان خاطر تبقى متقبله الكلام ده، اوكي. طيب ال1 تو 1، تمام، بيبقى ينفع يكون في تفاعل من هنا ومن هنا وسؤال ورد وهكذا، ده في بدايه الميتنج قبل اصلا ما تبدا اي برزنتيشن. بعد ما تعرف نفسك، اوكي، بتبدا ان انت مثلا ايه، تشوف ايه الارضيه المشتركه اللي ممكن تكون ما بينك وما بين الشخص وتبدا تتكلم عنها، فبالتالي هو بيبدا يهتم باللي انت بتتكلم عنه اصلا، لان الشخص عموما بيبقى مرتاح قوي وفي حد قدامه بيتكلم عن حاجه هو اوريدي فاهم فيها. احنا لسه ما دخلناش في البرزنتيشن. يعني انا مثلا داخل اعمل برزنتيشن لاكس من الناس، اكس ده والله مثلا بيشتغل في مجال معين، اوكي، انا كان عندي خبره في المجال دوت بشكل ما، او ليا واحد قريبي كان بيشتغل في المجال ده زمان مثلا، تمام، فانا هبدا اتكلم والله ده انت بتشتغل في كذا، اوكي، طب ده انا والله كان ليا واحد قريبي بيشتغل في المجال الفلاني. هيدور هنا ما بينكم وما بين بعض مناقشه بسيطه جدا عن المجال ده. الشخص بسبب اللي انت عملته ده، اوكي، هيبدا يركز معاك جدا جدا جدا، وهيبدا يحس باريحيه نفسها. وهو لو جاي متنشن، جاي عنده توتر معين بشكل ما، هتلاقيه فك وهيبدا ان هو يركز معاك والتوتر ده هيغيب عنه تماما. طب لو في جروب برزنتيشن والناس كتير جدا، هتعمل انت الايس بريك، اوكي، بناء عن حاجه هي تخص الناس كلها، تحاول تشوف عامل مشترك. لان الطبيعي ان انت بيبدا يجي لك زي نظام، مش عايز اقول تقرير، الكلمه دي كبيره قوي، ولكن بيبقى جاي لك والله خلفيه كل واحد من الناس دي، تمام. لان طبيعي انت لو هتعمل برزنتيشن ما ينفعش تعمل برزنتيشن لناس مستواها التعليمي متوسط مع ناس مثلا مستواها التعليمي واخدين بقى دكتوراه وهكذا، فطبيعي انت لازم تفصل. فدول بيبقى ليهم دخله بشكل ما، والكوميونتي دي او المجتمع ده او النوع ده من الناس بيبقى ليه دخله معينه، اوكي. فانت بتقدر تدور على اهم دخله تناسب الشخص ده وتناسب النوعيه دي من التفكير، وتقدر برضو ان انت تدور على دخله تناسب النوعيه بتاعت الناس تانية في تفكيرهم. فبتقدر ان انت تعمل زي نظام تساوي ما بين الناس كده، فتعرف ان انت تاخدهم من الاخر معاك ويكونوا مشدودين ليك وحاسين بمنتهى الاريحيه وانت بتتكلم في البرزنتيشن نفسها. طيب كده احنا عملنا الايس بريك وكسرنا الحواجز النفسيه وخفينا التوتر على الناس نفسها، اوكي. طيب بالنسبه بقى للبرزنتيشن من جوه، اول حاجه انت هتمر بمرحله اسمها مرحله المقدمه. المقدمه دي مش عايزها تزيد معاك عن من 3 ل 5 دقائق، بتتكلم فيها عن المواضيع الرئيسيه اللي انت هتذكرها في البرزنتيشن بتاعتك. والله يا جماعه احنا النهارده هنتكلم مع بعض عن 1 2 3 4، اوكي. ليه؟ الناس كده لما بتبدا ان هي تيجي تسال سؤال عن نقطه معينه، اوكي، هو بيبقى فاهم انا مش هسال دلوقتي لان هو كده كده اصلا كان قايل ان هو هيتكلم عن النقطه دي في النهايه، فالنقطه دي كده هيبقى انا هعرف جوابها في الايه، في النهايه. فالمقدمه لازم تكون مقدمه فيها نوع من انواع التشويق، اوكي، عن اللي انت هتتكلم عنه، لان الحاجه اللي انت هتتكلم عنها هتفيد احتياج الشخص اللي جاي لك،
اوكي، وانت ادرى بقى وكل واحد ادرى بمجاله. انت النهارده مثلا لو بتتكلم عن مجال مبيعات لمنتج معين، فانت هتبقى عارف احتياج الشخص ده محتاج المنتج ده ليه، فهتبدا تكلمه ان هو هيحقق له رغباته. لو هتتكلم مثلا مع ناس عن بيزنس، فهتبدا تتكلم معاهم في حته ان هو البيزنس دوت هيقدر مثلا النهارده يساعدك ان انت تزود دخلك بشكل ما. فهنا الناس هتبدا ان هي تركز معاك جدا جدا جدا، وهتبدا تعرف ان انت عندك محتوى للبرزنتيشن نفسها هتتكلم فيه. طيب متوسط البرزنتيشن نفسها، وانت بقى بعد ما خلصت المقدمه وبدات البرزنتيشن، هرجع تاني لنقطه في المايند سيت، ما تخليش الكلام اللي انت هتقوله من بدايه دلوقتي يزيد عن 20 دقيقه. الايس بريك ما بيتحسبش من ضمن البرزنتيشن، ولا فقره الاسئله اللي في النهايه بتتحسب من ضمن البرزنتيشن. هو البرزنتيشن الوقت اللي انت بتبدا تتكلم فيه كسندنج بس، من غير ما حد يقطعك تماما. اوكي، طيب النقطه اللي بعد كده وهي فكره الاسئله نفسها. اوكي، انت بتبدا تتكلم بعد ما خلصت البرزنتيشن، تبدا تسال سؤال مهم جدا جدا جدا: ايه الحاجه اللي انا قدرت اوصلها لحضراتكم؟ اوكي، وايه الحاجه اللي انا ما قدرتش اوصلها؟ خلي بالك انا هنا بتكلم عن البرزنتيشن ال1 تو 1 في النقطه دي بالذات، لان انت لو سالت الجروب برزنتيشن ايه النقطه اللي انا قدرت اوصلها وايه النقط اللي انا ما قدرتش اوصلها، اوكي، ده كده انت يعني هتقعد مع الناس دي لبكره الصبح ان شاء الله لحد ما تخلص. تمام، فده اكيد مش هينفع تعمل كده. عشان كده انت بتسال السؤال ده في البرزنتيشن اللي هي 1 تو 1. طيب في الجروب برزنتيشن انت اضرب مجالك، بتبقى عارف ايه اكتر اسئله شائعه الناس بتسالها في المجال بتاعك انت بشكل عام. اوكي، هتبدا ان انت تجاوب عنها في صورة قصة. والله يا جماعة أنا كنت مثلا قاعد مع عميل قبل كده، بعد ما خلصت كل الكلام ده بدأ يسأل عن 1 و2 و3 و4. الواحد واثنين وثلاثة واربعة ده انت متأكد ان دول اهم 4 أو 3 نقط رئيسية بيدوروا في دماغ معظم الناس اللي موجودة قدامك. فبالتالي هتبدأ ان انت تجاوب على معظم الاسئلة دي، فالشخص هيبقى خارج وحاسس ان هو مرتاح نفسيا جدا جدا جدا، لان انت جاوبت له على الاسئلة اللي في دماغه. بعد كده هتبدا تقول والله لو حد عنده اي سؤال او اي استفسار تاني يقدر يرجع للتيم. وخلي بالك في نهايه البرزنتيشن انت لازم تعمل حاجه مهمه جدا جدا جدا، وهي ايه؟ تكون صاحب قرار بالنسبه للناس. يعني ايه؟ لازم توجه الناس اللي كانت قاعده بتسمعك على حاجه، اوفر بقى هتديهولهم. مثلا مسموح انك تدي اوفر في البرزنتيشن نفسها، فتعمل ده. تمام، بس اوفر ما يكونش كبير طبعا، عشان خاطر تعرف تستخدم حاجات تانية في منطقه الفولو اب لاي عميل انت بتقعد معاه. اصلا طبيعي جدا ان هو هيمر معاك بمرحله سوري الميتنج تاني او تالت، وده المعظم بيحب ان هو يقعد معاك ميتنج تاني او تالت او ايا كان. اوكي، فببساطه جدا انت لازم توجه الشخص تجاه شيء معين. يلا مثلا نبدا ان احنا نشتري المنتج دوت او نشتري الخدمه دي، عشان مثلا في نهايه البرزنتيشن عليها خصم لمده 48 ساعه، والناس مثلا اللي حضرت البرزنتيشن دي هتقدر ان هي تستفيد بالاوفر ده. اوكي، لازم توجه الناس على حاجه معينه في نهايه البرزنتيشن، والتيم بتاعك يبدا ان هو يتعامل مع الناس اللي كانت موجوده، ويقف مع كل شخص على حده او مع كل شخصين على حده. اوكي، ويبدا ان هو يتناقش معاهم، ويبدا ان هو ياخد معاهم قرارات. بالنسبه لي انا كده خلصت، ولكن عندي نصيحتين مهم جدا 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 تعرفهم وانت قاعد بتعمل برزنتيشن. لو حد سالني سؤال معين في البرزنتيشن 1 تون، المفروض يا محمود انا اعمل ايه؟ شوف، لو حد سالك سؤال وانت بتعمل برزنتيشن 1 تو 1، هتمسك القلم مشكورا وتكتب السؤال بتاعه. اوكي، وتسجله. ليه؟ الشخص هيحس ان انت اوكي كتبت السؤال بتاعه، يعني انت مهتم جدا جدا بالسؤال اللي هو سأله. فهتبدأ تقول له طب خليني اكمل. اوكي، وانا هكتب السؤال بتاعك دلوقتي. وهترمي تركايه مهمه جدا، خلي بالك التركايه دي انت هتقول له لو سمحت بعد اذنك انا هكتب السؤال اللي انت سالته. تمام، وصدقني معظم الاسئله اللي بتدور في دماغك انا هتلاقيني لو ركزت معايا في الميتنج وفي الشرح اللي انا بشرحه هتلاقيني بجاوبك عليها. طب لو ده ما حصلش هيبقى في فقره للاسئله في النهايه، هسيبك تسال براحتك وانا اجاوبك على كل الاسئله بتاعتك. انت هنا عملت نقطه مهمه جدا، ايه هي؟ ان انت كتبت سؤاله، فحس منك باهتمام ان انت فعلا هتجاوب على سؤاله، بدليل ان انت كتبته فمش هتنساه، مش بتتهرب من السؤال ده، انت كتبته. اوكي، والنقطه الثانيه ان انت فهمت ان الناس اللي قاعده سواء هو لوحده او في 2 معاه، اوكي، ان يا جماعه بعد اذنكم ما حدش يسالني تاني. اوكي، لان انا كده كده في نهايه البرزنتيشن هيكون في فقره للاسئله. ودي النصيحه الاولى. النصيحه الثانيه تمام، وهي ايه؟ لو جروب برزنتيشن زي ما قلت لك، ودي انا حابب ان انا ارجع
اعيد عليها تاني، وجه الناس تجاه التيم بتاعك في نهايه البرزنتيشن عشان خاطر ما تفقدش كل المجهود اللي انت عملته، لان في ناس بتعمل للاسف البرزنتيشن وبعد كده انا خلصت، السلام عليكم. نعم، انت عملت ايه؟ انت ضيعت كل المجهود بتاعك. انت محتاج تعرف الشخص اللي قاعد هو المفروض يعمل ايه وايه الخطوه اللي بعد كده، زي ما انا هعمل معاك حالا. انا كده خلصت، ولكن هستأذنك تعمل سبسكرايب للقناه وتعمل شير للفيديو ده، اوكي، عشان خاطر يوصل لكل الناس. وعايزك تركز مع 2 بلاي ليست موجودين جوه القناه. يلا نتعلم تسويق. لو انت مش عارف اي معلومات عن التسويق وعايز تتعلمه من الصفر، تابعها، لان عليها فيديوز ولسه هينزل عليها فيديوهات تانية عشان خاطر تقدر تتعلم كل حاجه عن المبيعات والتسويق، اوكي. والنقطه الثانيه، تابع البلاي ليست سكيلز او المهارات، اوكي، بينزل عليها مهارات مهمه جدا جدا جدا، زي مهارات التفاوض، زي ازاي اعمل برزنتيشن، زي ازاي ان انا اقدر اعمل كوميونيكيشن مع التيم اصلا ومع العملاء، وهكذا. فمهم جدا جدا ان انت تعمل سبسكرايب لو لحد دلوقتي ما عملتش سبسكرايب. وانا كنت مبسوط جدا جدا ان انا معاكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.